ازيكم يا شباب تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم مستر محمد خالد. طبعا انا ما صورتش من زمايلي تالتة اعدادي، تقريبا انا نسيت ان انا اصلا بادي تالتة اعدادي. اخر حاجه كنت نزلتها اصلا شرح عموما يعني كانت الترم الاول، كنت مصور لخمسه ابتدائي ورابعه ابتدائي. اخر حاجه احنا كنا نزلناها لتالتة اعدادي كانت السنه اللي فاتت، كنا منزلين درس حرب اكتوبر 1973 اللي هو الدرس الثالث في الوحده الاولى تاريخ. ان شاء الله النهارده هننزل الدرس الرابع اللي هو بيتكلم عن مصر والصراع العربي الاسرائيلي. هنعرف ايه هي خطوات مصر لانهاء هذا الصراع، بس طبعا مصر انهت هذا الصراع سلميا. يعني مصر عشان تنهي الصراع بينها وبين اسرائيل ما حاربتش. الانهاء اللي هو يعني مثلا انهي خلاص انهي النزاع بيني وبينك، ما حاربوش عشان ينهوا النزاع ده خالص. هم يعني انهوا هذا النزاع سلميا. هناخد النهارده بقى خطوات مصر لحل الصراع العربي الاسرائيلي. يبقى احنا كده النهارده هنتكلم عن درس مصر والصراع العربي الاسرائيلي. طيب عشان بس افكرك بالحاجات اللي فاتت، انت اخر حاجه خدتها الدرس اللي فات كان درس حرب اكتوبر 1973، وعرفت ان مصر قررت ان هي تسترد شبه جزيره سيناء عن طريق الحرب مع اسرائيل في معركه كان طرفينها، يعني الطرفين بتوع المعركه كان مصر وسوريا مع بعض متحالفين مع بعض ضد اسرائيل. وخدت احداث الحرب على الجبهه المصريه واحداث الحرب على الجبهه السوريه، والكلام ده انا كنت شارحه في اخر درس منزله لثالثه اعدادي على اليوتيوب. روح شوف الحصه قبل طبعا ما تدخل في الدرس ده عشان تبقى فاهم اصلا ايه اللي حصل في الحرب دي. طيب بعد الحرب او بعد انتهاء حرب اكتوبر 1973 انت خدت النتائج، وقفت هنا ما عرفتش بقى مصر عملت ايه بعد هذه الحرب. النهارده بقى هناخد مصر عملت ايه بعد حرب اكتوبر 1973. وعايز اقول لك ان الرئيس محمد انور السادات اللي هو اللي ادى الاشاره ببدء حرب اكتوبر 1973 هو اللي فكر في انهاء الصراع بين مصر واسرائيل سلميا. يبقى اول حاجه عرفنا ان الرئيس محمد انور السادات فكر في انهاء الصراع بين مصر واسرائيل، بس بشكل ايه؟ بشكل سلمي. طيب عايز بقى اسال هنا سؤال، امتى مستر الرئيس محمد انور السادات فكر في ده؟ قال لك ان الرئيس فكر انه ينهي النزاع سلميا بعد انتهاء حرب اكتوبر 1973. يبقى لما يجي يقول لك هل الرئيس محمد انور السادات فكر في انهاء الصراع بين مصر واسرائيل قبل الحرب بتاعت اكتوبر ولا بعد الحرب؟ طبعا بعد حرب اكتوبر 1973. عشان كده الرئيس محمد انور السادات زار اسرائيل عام 1977 يعني بعد انتهاء حرب 1973 باربع سنوات. طيب عايزين بقى نعرف ليه الرئيس محمد انور السادات زار اسرائيل. قال لك ان السادات زار اسرائيل عشان حاجتين. اول حاجه نادى بحاجه هناك، ورقم 2 دعا. طيب انا عايز بقى اعرف يا مستر هو نادى بايه ودعا لايه؟ اول حاجه هو نادى بالسلام العادل لجميع شعوب المنطقه. مش فاهم يعني ايه يا مستر نادى بالسلام؟ ماشي نادى بالسلام معروفه، قال للناس يا جماعه انا عايز سلام. طب يعني ايه نادى بالسلام العادل لجميع شعوب المنطقه؟ لو جيت قلت لك هم مين اصلا هم شعوب المنطقه؟ هتقول لي مصر، جنبها ليبيا، جنبها تونس، الجزائر، المغرب، السودان، جيبوتي، وعندك هنا طبعا موريتانيا، وعندك هنا الصومال، عندك هنا طبعا فلسطين والاردن وسوريا ولبنان والعراق، وعندك الكويت وقطر والبحرين والامارات، وعندك عمان واليمن والسعوديه، اللي هم 22 دوله عربيه انت كنت خدتهم في سنه ثانيه اعدادي. قال لك بقى الرئيس محمد انور السادات لما راح لاسرائيل قال لهم يا جماعه احنا مش هنرضى ان مصر تكون في سلام وليبيا تنضرب، مش هنرضى ان مصر تكون في سلام وفلسطين تنضرب. طالما هنحقق لمصر السلام يبقى هنحقق السلام العادل لكله. ما ينفعش مصر تبقى في سلام ودوله ثانيه عربيه بتنضرب، ما ينفعش اتنين يبقوا في سلام واتنين تانيين ينضربوا. طالما هنحقق السلام يبقى لل 22 دوله، يبقى احنا كده حققنا العدل بين الدول. طب احنا حققنا العدل في ايه؟ في السلام. يبقى هو نادى بالسلام العادل. يعني ايه السلام العادل؟ يعني طالما مصر هتحقق الامن والسلام يبقى كله يحقق كمان هو كمان السلام. ما ينفعش مصر تبقى حققت السلام وما تحاربش وفي دوله ثانيه تكون بتحارب وبتنضرب وبتستهلك مواردها البشريه والماديه في الحرب. الكلام ده ما ينفعش. يبقى هو اول حاجه عملها نادى بالسلام العادل لجميع شعوب المنطقه. رقم 2 دعا العالم كله عشان يساعده لتحقيق السلام. يبقى هو نادى بالسلام ودعا العالم كله لمساندته من اجل تحقيق الايه؟ السلام. طيب قال لك بقى ان احنا عايزين نحقق السلام بدلا من الحروب
والحروب طبعا الدول بتستنزف فيها طاقتين، طاقه بشريه اللي هو الجيش اللي بيحارب ويموت ونجيب ناس تانية تحارب وتموت، وطاقه ماديه اللي هي الفلوس اللي بنصرفها على الاسلحه اللي بتتكسر، وطبعا بنجيب فلوس تانية عشان نعمل بيها اسلحه تانية وفي الاخر برضه بتتكسر، نروح جايبين فلوس تانية نعمل بيها اسلحه تانية وتتكسر برضه. يبقى احنا كده عرفنا ان الرئيس محمد انور السادات فكر بعد انتهاء حرب اكتوبر في انهاء الصراع العربي الاسرائيلي سلميا، علشان كده الراجل ده راح زار اسرائيل بنفسه. يبقى اللي بدأ في انهاء الصراع بين مصر واسرائيل هي مصر، الرئيس محمد انور السادات زار اسرائيل بنفسه. ليه زار اسرائيل؟ عشان ينادي بالسلام العادل لجميع شعوب المنطقه، ودعا العالم كله عشان يسانده لتحقيق السلام بدلا من سلسله الحروب. طبعا سلسله الحروب قصده هنا على ايه؟ على 1948 و56 و67 و73، وما تنساش مرحله الاستنزاف اللي هي حرب الاستنزاف والصمود والتصدي، دي برده كانت شبه حرب شويه، بدلا من سلسله الحروب اللي بتستنزف طاقات وموارد البلاد البشريه والايه؟ والماديه. طيب قال لك بقى ان الكلام اللي الرئيس عمله ده مهد الطريق. طيب هيمهد الطريق قدام مين؟ احنا مصر. لما نروح لاسرائيل ونقول لهم يا جماعه احنا عايزين سلام، اكيد احنا مش بنمهد الطريق لنفسنا، احنا بنمهد الطريق لاسرائيل عشان تبدا تقبل بالمفاوضات، نحل الصراع سلميا. يبقى لما يجي يقول لك ما النتائج المترتبه على مبادره الرئيس السادات لزياره اسرائيل، تقول له مهد الطريق لاسرائيل للقبول بمبدا التفاوض مع الاطراف المهتمه، مع الاطراف المعنيه بانهاء الصراع العربي الاسرائيلي. طبعا اسرائيل مش هتروح مثلا تتفاوض مع تشيلي مثلا، او تروح تتفاوض مع بيرو او غينيا، لا، هم الحاجات دي تيجي تقول لي هم الناس دول اصلا مالهم؟ اسرائيل هتتفاوض مع الدول المعنيه. يعني ايه الدول المعنيه؟ يعني الدول المهتمه بانهاء الصراع اصلا. يبقى لما يجي يقول لك تاني من النتائج المترتبه على مبادره الرئيس بزياره اسرائيل، تقول له مهد الطريق قدام مين؟ قدام اسرائيل عشان تقبل بمفاوضات مع مين؟ مع الدول المهتمه او الدول المعنيه بانهاء الصراع العربي الايه؟ الاسرائيلي. علشان كده جت بعد كده دوله اسمها الولايات المتحده الامريكيه، ورئيسها اللي كان اسمه جيمي كارتر. جيمي كارتر هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. جيمي كارتر قال لك احنا عايزين نقعد في مدينة اسمها مدينة كامب ديفيد، وعملوا مؤتمر اسمه مؤتمر كامب ديفيد. ساعتها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر دعا كل من الرئيس المصري اللي هو كان لسه محمد أنور السادات، ورئيس وزراء إسرائيل اللي كان اسمه مناحم بيجن. يبقى بعد ما الرئيس السادات زار اسرائيل سنه 1977، جه بعدها بسنه يعني سنه 1978 الرئيس الامريكي جيمي كارتر دعا اثنين، محمد انور السادات ومناحم بيجن. مين هو محمد انور السادات؟ رئيس مصر. مين هو مناحم بيجن؟ ده رئيس وزراء اسرائيل. دعاهم ليه بقى؟ دعاهم علشان نوصل لحل سلمي لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وحصلت بين الاثنين المفاوضات، ونتج عن هذه المفاوضات إن الاثنين هيوقعوا مع بعض ورقة مكتوب فيها 8 حاجات. الورقة دي هنسميها معاهدة، وطبعا دي اسمها معاهدة السلام. ليه اسمها معاهدة السلام؟ لأن هي أصلا الحاجات اللي مكتوبة فيها بتنص على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، علشان لما الرئيس السادات راح إسرائيل نادى بالسلام العادل. يبقى كده المعاهدة دي هنسميها معاهدة إيه؟ معاهدة السلام. ودي تم توقيعها سنة 1979 ولسه شغالين بيها لحد دلوقتي. ولكن طبعا اللي متابع الأحداث سنة 2025 ملاحظ إن في اضطرابات أمنية شديدة بتحصل بين مصر والمنطقة العربية اللي فيها فلسطين، وطبعا الكيان الصهيوني المحتل. ويعني في كلام بيقول إن إحنا هنجمد العمل بهذه المعاهدة، لأن الطرف الآخر، مش عايزين نذكر اسمه يعني، الطرف الآخر بدأ يعني يخل بنصوص هذه المعاهدة، يعني بدأ ما ينفذش نصوص هذه المعاهدة. وده طبعا عادتهم، يعني الكلام ده قديم جدا. يعني مثلا في حرب فلسطين 1948 خلاص احنا كنا هنكسب، ساعتها تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وقدمت اقتراح لمجلس الأمن بيقول فيها يا جماعة إن احنا هنوقف أو عايزين نعمل هدنة ونوقف القتال ونعمل هدنة مدتها شهر يمتنع فيها العرب واليهود عن جلب الأسلحة والمحاربين إلى فلسطين. وساعتها مجلس الأمن قال خلاص ننفذ الكلام ده، وراح لمصر. مصر وافقت ونفذت هذه الهدنه وما جابتش اسلحه. الطرف الثاني بقى اللي هو الكيان الصهيوني يعني ما نفذش هذه الهدنه وقعد يجيب اسلحه ومحاربين الى فلسطين، عشان كده احنا خسرنا في حرب 48. جينا بعد كده في حرب او 73 على فكره في نص الحرب الولايات المتحده الامريكيه اتدخلت لثاني مره واصدرت قرار رقم، او مجلس الامن يعني اصدر قرار رقم 338، وساعتها القرار ده كان بينص على وقف القتال لحل النزاع سلميا. ولكن مصر اتعلمت من حرب فلسطين فما وقفتش الحرب وفضلت تحارب، عشان كده احنا اصلا كسبنا في حرب اكتوبر 1973. الله اعلم لو كنا وقفنا الحرب كان ايه اللي حصل. فدايما الطرف الاخر لا يعترف بالمعاهدات اللي احنا بنعملها معاه. علشان كده
كنا بنخسر زي حرب فلسطين، بس لما اتعلمنا من حرب فلسطين كسبنا في حرب اكتوبر. المهم احنا وقعنا مع بعض معاهده السلام، ودي من نتائج مؤتمر كامب ايه؟ مؤتمر كامب ديفيد. لما يجي يقول لك ما النتائج المترتبه على مؤتمر كامب ديفيد، تقول له توقيع مصر واسرائيل معاهده السلام 1979. يبقى احنا كده ماشيين بالترتيب على فكره. 1977 الرئيس السادات زار اسرائيل، 1978 حصل مؤتمر كامب ديفيد، ومن نتائج هذا المؤتمر توقيع معاهده السلام 1979. بين مين ومين معاهده السلام؟ بين مصر واسرائيل. طيب يجي يقول لك بقى المعاهده دي برعايه مين؟ يعني مين اللي راعى هذه المعاهده؟ واحد يجي يقول لمصر يعني ايه كلمه برعايه؟ يعني مثلا لو جينا بصينا على ماتشات الكوره هنلاقي ان مثلا الزمالك بيلعب لما تيجي تبص على التيشيرت بتاع الزمالك يعني بتلاقي مثلا مكتوب ورا كلمه اونيرو. اونيرو ده الراعي الرسمي لنادي الزمالك، ده شركه يعني. تيجي تبص على تيشيرت الاهلي تقريبا الراعي بتاعهم اتصالات او ما اعرفش فودافون، مش فاكر يعني، مش مركز قوي عشان انا طبعا زملكاوي فانا مش بركز قوي مع المنافس يعني. المهم الراعي ده اللي بيرعى الفريق، تمام؟ مين بقى اللي رعى هذه المعاهدات؟ مين اللي جاب بقى الدولتين وقعدهم مع بعض ونتج عن هذه القعده او المؤتمر او الاتفاقيه معاهده السلام؟ واحد يجي يقول لي امريكا، صح؟ يبقى معاهده او مؤتمر كامب ديفيد او معاهده السلام كانت برعايه امريكيه، مش برعايه بريطانيا، مش برعايه الاتحاد السوفيتي، هي برعايه امريكيه او برعايه الولايات المتحده الايه؟ الامريكيه. ده كده مؤتمر كامب ديفيد. ندخل بعد كده على الخطوه الثانيه لحل السلام، وهي معاهده السلام نفسها. نيجي بعد كده على معاهده السلام، وقلت لك ان معاهده السلام كانت سنه كام؟ كانت سنه 1979، واحنا ماشيين بالترتيب سنه بعد سنه. طيب طبعا معاهده السلام بين مين ومين؟ قلت لك بين مصر واسرائيل برعايه الولايات المتحده الايه؟ الامريكيه. تعال بقى نعرف ايه هي نصوص معاهده السلام، او ايه هو الكلام اللي كان مكتوب في معاهده السلام اللي مصر مضت على الكلام ده واسرائيل مضت على الكلام ده، ولازم ان الكلام ده يتنفذ لحد النهارده، لان معاهده السلام دي مش معاهده عشان نمشي بيها سنه ولا سنتين، ده معاهده طويله الامد، يعني اقل حاجه مثلا نمشي بيها 100 200 سنه، المهم او للابد يعني. طيب تعالى بقى نعرف ايه هي نصوص هذه المعاهده. عايز اقول لك ان المعاهده دي نصت على 8 حاجات لازم يتحفظوا، ويبان لك ان ال8 حاجات كتير، بس عايز اقول لك ان في 6 حاجات اصلا المفروض تكون انت حافظهم. ليه في 6 حاجات المفروض تكون انت حافظهم؟ لان نصوص معاهده السلام هيها قرار مجلس الامن رقم 242. لو انت حافظ قرار مجلس الامن رقم 242 هتحفظ بسهوله جدا نصوص معاهده السلام. اول حاجه المعاهده دي بتنص على انسحاب اسرائيل من سيناء. طب واحد يجي يقول لي طب ليه يا مستر المعاهده دي ما نصتش على انسحاب اسرائيل من كل الاراضي التي احتلتها سنه 1967؟ عشان المعاهده دي يا حبيب قلبي بين مصر واسرائيل، فاحنا دلوقتي مش مهتمين قوي بالاراضي الباقيه اللي هي هضبه الجولان، ومش مهتمين بالضفه الغربيه. طبعا احنا مهتمين بالكلام ده وهناخد الكلام ده بعد كده، ولكن ساعتها المعاهده دي بين مصر واسرائيل، فاحنا المناطق اللي بنتكلم عليها تخص مصر ما تخصش باقي الدول زي الاردن او زي مثلا ايه زي سوريا، او ما تخصش، هي هتخص فلسطين بعد كده، بس المناطق اللي احنا بنتكلم عنها اللي المفروض اسرائيل تنسحب منها بتخص مصر، تمام كده؟ لما يجي يقول لك من نصوص معاهده السلام انسحاب اسرائيل من هضبه الجولان، غلط، من اراضي سيناء او من اراضي شبه جزيره ايه؟ سيناء. ده رقم 1. رقم 2 بعد ما اسرائيل تنسحب لازم نعمل مناطق محدوده السلاح. بين مين؟ اكيد بين مصر والكيان الصهيوني اللي هو موجود هنا. طب يعني ايه مناطق محدوده السلاح؟ دلوقتي اسرائيل كانت موجوده في المنطقه دي اللي هي المنطقه بتاعه شبه جزيره سيناء. طيب النصوص بتاعه المعاهده بتنص ان اسرائيل هتنسحب من شبه جزيره سيناء. طب بعد ما اسرائيل يا مستر تمشي من المناطق دي وتروح هنا، ايه اللي هيحصل؟ قال لك لازم نعمل هنا مناطق محدوده السلاح. من نصوص قرار مجلس الامن رقم 242 كان انشاء مناطق منزوعه السلاح، يعني نعمل مناطق ما فيهاش سلاح خالص. جيت معاهده السلام قالت لك احنا هنعمل مناطق فيها سلاح بس بشكل محدود، يعني احنا اللي هنحدد عدد الاسلحه وعدد الجنود اللي هيكونوا موجودين في المنطقه دي. يبقى رقم 2 انشاء مناطق محدوده السلاح. رقم 3 حريه الملاحه في الممرات الايه؟ الدوليه، ودي من نصوص برضو قرار مجلس الامن رقم 242. رقم 4 ودي برضو من نصوص قرار مجلس الامن رقم 242، وهي احترام سياده دول المنطقة على أراضيها. يعني إيه؟ يعني دلوقتي يا إسرائيل دي الحدود بتاعتي، بعد إذنك لازم تحترميها وما تخشيش غير بإذن مني، ولو بعتيلي طلب إنك عايزة تدخلي الأراضي المصرية، لو وافقت تدخلي، لو ما وافقتش ما تدخليش، دي حاجة بتاعتي، وبرضه أنا هحترم الحدود بتاعتك. يبقى احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها، أو احترام كل دولة لحدود الدول الإيه؟ الأخرى. رقم 5 بعد ما كل واحد يرجع لحدوده وكل واحد يقعد في بلده، عايزين ننهي حالة الحرب. يبقى إنهاء حالة
الحرب بين مين ومين؟ اكيد بين مصر واسرائيل. طيب ادي كده احنا خدنا 5 حاجات هم نفس الحاجات اللي موجوده في قرار مجلس الامن رقم 242. يبقى احنا كده بنعمل ايه؟ يبقى احنا كده بنطبق قرار مجلس الامن. اصلا قرار مجلس الامن ما كانش اتطبق. معاهده السلام بتنص بقى رقم 6 تطبيق قرار مجلس الامن رقم 242. طب احنا هنطبقه بشكل جزئي ولا بشكل كامل؟ كامل. يبقى التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن رقم 242. وممكن يجي لك سؤال يقول لك صح وغلط من نصوص معاهده 1979 او من نصوص معاهده السلام تطبيق جزئي لقرار مجلس الامن رقم 242. في ناس ممكن تعملها صح. واحد يجي يقول لي مستر طب يعني انا ما شفتش سؤال زي كده. ممكن وارد ان يجي في الامتحان سؤال زي ده. بتيجي في محافظات صعبه زي مثلا محافظه المنوفيه، من المحافظات اللي بتحط امتحانات صعبه وبتعجبني على فكره جدا امتحاناتهم. وبالمناسبه يعني انا بميل اكتر للامتحانات اللي بيبقى فيها تريكات، في نفس الوقت برضه تبقى الاسئله سهله. يعني ما تحطليش سؤال صعب مش على الطالب والطالب يعجز ان يحل السؤال ده. انت ممكن تحط السؤال الحلو، هو صعب برضه بس حلو، اللي هو ايه، تقعد تفكر كده والتكتيك، فعامل كده زي ايه اسمه ايه ده، بيسيرو بتاع الزمالك، تقعد تكتيك وتحط تاكتكس كده وفنيات عشان تقدر تحل السؤال. الحاجات دي بتبقى ممتعه، لكن مش تحط لي سؤال اقعد قدامه مش فاهمه اصلا. يعني نتمنى ان الموضوع ده يتطبق يعني. نيجي بعد كده على النص السابع من معاهده السلام 1979، واللي بيقول ايه؟ اللي بيقول ان مصر هتتفاوض، هتبدا التفاوض مع اسرائيل لانشاء حكم ذاتي للفلسطينيين على ارضهم. يعني يا جماعه بعد اذنكم انتوا سلبتوا اراضي فلسطين وسلبتوا كل حاجه موجوده في فلسطين، وكمان مش مخلين الفلسطينيين يعملوا حكم ذاتي على ارضهم، لا احنا عايزين نعمل حكم ذاتي على ارضهم. يبقى مصر بدات بالمفاوضات في خلال معاهده 79. انهي مفاوضات؟ اللي بتنص على انشاء حكم ذاتي للفلسطينيين على ايه؟ على ارضهم. رقم 8 والاخيره، عايزين بقى نعمل علاقات بين مصر وايه؟ بين مصر واسرائيل. والعلاقات دي طبعا هتبقى علاقات اقتصاديه، يعني مثلا هنتبادل مع بعض بضائع او هندي بعض فلوس. علاقات ثقافيه، احنا نروح نتعلم هناك هم ييجوا يتعلموا هنا، وهكذا. وطبعا علاقات سياسيه، يعني البلدين هيبقى بينهم علاقات. واحد يجي يقول لي الكلام ده صح ولا غلط؟ والله العظيم يعني انت اكيد عارف الكلام ده صح ولا غلط. يعني الكلام ده صح انه يتعمل اصلا ولا لا؟ مش محتاج رايي في حاجه يعني. طيب نيجي بعد كده على نتائج معاهده السلام 1979. ايه اللي حصل بعد توقيع؟ انا عايز اقول لك طبعا ان البلدين وقعوا على هذه الاتفاقيه، الاثنين مضوا. رئيس اسرائيل مضى، او رئيس وزراء اسرائيل اللي هو مناحم بيجن يعني مضى على هذه الاتفاقيه، ومحمد انور السادات مضى. يبقى احنا هننفذ الكلام ده. يبقى ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان اسرائيل هتنسحب من كل شبه جزيره سيناء، بس ما عدا منطقه صغيره في سيناء اسمها طابه. طيب ليه مصر اسرائيل لم تنسحب من طابه؟ انا بقى هقول لك ليه اسرائيل ما انسحبتش من طابه. بقى من نتائج معاهده السلام 1979 انسحاب اسرائيل من اراضي سيناء ما عدا جزيره اسمها جزيره طابه. عشان تفهم ليه اسرائيل ما انسحبتش من طابه محتاج ارسم لك خريطه صغيره لمصر. طبعا ده البحر الاحمر، ده خليج العقبه، ده خليج السويس. خليج العقبه اللي مصر اغلقته في وجه الملاحه الاسرائيليه تطبيقا للاحكام الاقتصادي الذي فرضه العرب على اسرائيل، او الحصار الاقتصادي هو نفسه الاحكام الاقتصادي يعني. طيب بص بقى على الحته دي. هنا كان موجود الكيان الصهيوني او العدو الاسرائيلي، يعني كان موجود في المناطق بتاعه شبه جزيره سيناء. فالمهم معاهده السلام من نتائجها ان هم انسحبوا من شبه جزيره سيناء. فبعد ما انسحبوا احنا عايزين بقى نعمل حدود بين البلدين عشان نحترمها، مش من نصوص معاهده السلام احترام كل دوله لحدود الدول الاخرى. عايزين بقى نعرف ايه هي اصلا الحدود دي. فجينا نرسم الحدود. جينا عند مدينه طابه، مصر تقول لك طابه دي بتاعتي، نرسم الحدود بشكل طبيعي. اسرائيل تقول لك لا بعد اذنك طابه دي تبعي، يعني مش عايزين ننسحب منها. مصر تقول لك يا عم والله العظيم دي تبعي، يعني دي في حتتي بتاعتي انا. قال لك لا يا عم دي تبعي. فالمهم حصل بين الاثنين ايه؟ خلاف. حصل بين الاثنين، مش خناقه مش حرب، خلاف بس. اللي هو ده يقول له لا الطبقه دي بتاعتي، يقول له لا يا عم الطبقه دي بتاعتي. يقول له يا عم الطبقه دي بتاعتي، يقول له لا دي بتاعتي انا، لا دي بتاعتي انا، لا ده بتاع. فاهم الخناقات بتاعت عيال صغيره كده. الاثنين اتفقوا ان هم يمسكوا القضيه دي ويحيلوها لمحكمه العدل الدوليه او هيئه التحكيم الدولي. يعني محكمه العدل الدوليه هتصدر ايه؟ شاطر لما القاضي يكون في المحكمه بيقول لك حكمت المحكمه، يبقى المحكمه هتصدر ايه؟ هتصدر حكم. الحكم ده طبعا انت عارف ان الخلاف كان بين مصر واسرائيل، صح؟ فاكيد الحكم ده هيبقى لصالح يا اما مصر يا اما اسرائيل. المحكمه بقى اصدرت حكمها لصالح مصر، ومصر استعادت طابه في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. يبقى مصر ما استعادتش طابه في عهد السادات، مصر استعادت اراضي سيناء ما عدا طابه في عهد الرئيس محمد انور السادات. لما يجي يقول لك صح وغلط، مصر استعادت جميع اراضي سيناء في عهد السادات، غلط. هي مصر استعادت
كل الاراضي الا حته واحده بس اللي هي طابه. يبقى طالما ما استعدناش طابه في عهد السادات يبقى احنا ما استعدناش كل حاجه. امتى بقى مصر استعادت جميع اراضي شبه جزيره سيناء؟ في عهد الرئيس محمد حسني ايه مبارك. معلش لو في دوشه، انا بصور الصبح اول مره، يعني دايما بصور بالليل الساعه 1 الساعه 2 3 ما يكونش في دوشه يعني بره. لو في دوشه داخله لك او سامعها في المايك معلش ده غصب عني، علشان ايه؟ علشان بس عشان بصور الصبح يعني. كده يعتبر احنا خدنا اللجوء لهيئه التحكيم الدولي او محكمه العدل الدوليه، وعرفنا ان المحكمه دي اصدرت حكمها لصالح مصر في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، ومن نتائج الحكم ده استعادت مصر لجميع اراضي شبه جزيره سيناء بما فيهم طابه. تعالى بقى نعرف ايه اللي حصل بعد كده. طيب اللي حصل بعد كده ان مصر شاركت في مؤتمر اسمه مؤتمر مدريد للسلام. طيب يبقى مصر شاركت في مؤتمر اسمه مؤتمر مدريد للسلام. اكيد وانت قاعد في يوم من الايام سمعت كلمه مدريد دي قبل كده. ايوه بالظبط، في فريق كوره اسمه ريال مدريد، اكيد كلكم عارفينه. فريق ريال مدريد ده بيلعب في الدوري الاسباني، وطالما ريال مدريد بيلعب في الدوري الاسباني يبقى اكيد بيلعب في دوله اسبانيا. طيب عايز بقى اقول لك ان مدريد دي هي اصلا عاصمه اسبانيا. فلما يجي يقول لك هي مصر شاركت في مؤتمر في عاصمه اسمه مؤتمر مدريد، هل الكلام ده كان في المانيا ولا فرنسا ولا انجلترا ولا اسبانيا؟ طبعا الكلام ده كان في اسبانيا، لان مدريد مؤتمر مدريد طبعا اتعمل في مدينه مدريد، يعني عشان كده سمونا اصلا مؤتمر مدريد. كان في مدينه اسبانيا. طيب قال لك بقى ان مصر شاركت في هذا المؤتمر علشان حاجه واحده بس، لان المؤتمر ده بيدعو الى حل الصراع العربي الاسرائيلي مقابل مبدا اسمه مبدا الارض مقابل السلام. يعني ايه مبدا الارض مقابل السلام؟ يعني هتديني ارضي هديك السلام، مش هتديني ارضي هاخدها. ما هو اللي مش بيجي يعني اللي مش بيجي بالذوق بيجي بالعافيه. فانت مش هتديني ارضي ومش هتديني حقي، فانا كده هاخده منك بالعافيه. ولو انا مش قادر اخده منك في العافيه فربنا ياخد لي حقي بكل سهوله. يعني افوض امر لربنا واقول والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل، انا فوضت امر لربنا، انا بعلن يا رب ان انا ضعيف مش قادر اخد حقي فانت خده لي. فكده كده يعني ربنا منتقم جبار. يعني قال لك قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. وصلت؟ طيب يبقى شاركت مصر في مؤتمر مدريد للسلام لانه كان بيدعو الحل للصراع العربي الاسرائيلي مقابل مبدا اسمه مبدا الارض مقابل ايه؟ السلام، او على اساس مبدا يعني اسمه مبدا الارض مقابل السلام. قال لك بقى ان المؤتمر ده كان موجود في دوله اسبانيا زي ما اتفقنا، وهذا المؤتمر كان برعايه الولايات المتحده الامريكيه، مش برعايه اسبانيا، هو موجود في اسبانيا بس برعايه الولايات المتحده الامريكيه. مش بس الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي، الدولتين اللي اعترفوا بقيام دوله الكيان الصهيوني اللي هي دوله اسرائيل. المؤتمر ده كان برعايته. بعد كده حصل اتفاقيه اسمها اتفاقيه اوسلو. واتفاقيه اوسلو في السلام، على فكره اوسلو دي هي عاصمه النرويج. النرويج دي اللي بيلعب فيها هالاند اللي بيلعب في مانشستر سيتي. قال لك بقى ان اتفاقيه اوسلو للسلام ما كانش في مدينه اوسلو او ما كانش في مدينه النرويج او في دوله النرويج، هي كانت في واشنطن. واشنطن موجوده في امريكا. يبقى الاتفاقيه دي كانت برعايه الولايات المتحده الامريكيه بس مش الاتحاد السوفيتي. يبقى انت عندك مؤتمرين ورا بعض او اتفاقيتين ورا بعض، واحده برعايه الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي، الثانيه شيل الاتحاد السوفيتي يبقى برعايه الولايات المتحده الامريكيه بس. وعايز اقول لك ان اتفاقيه اوسلو هي اصلا من نتائج مؤتمر مدريد، لان مؤتمر مدريد نتج عنه توقيع معاهده برضه زي بالظبط مؤتمر كامب ديفيد نتج عنه توقيع معاهده. يجي يقول لك قارن بين مؤتمر كامب ديفيد ومؤتمر مدريد للسلام من حيث النتائج، تقول له من نتائج مؤتمر كامب ديفيد توقيع معاهده السلام، ومن نتائج مؤتمر مدريد للسلام توقيع اتفاقيه اوسلو او معاهده ايه؟ اوسلو اللي كانت برعايه امريكيه. وطبعا هذه الاتفاقيه حدثت بين منظمه التحرير الفلسطينيه واسرائيل، وكانت اتفاقيه سريه. وده عيبها. ليه عيبها؟ معلش في الكلمه، انت بتعمل معاهده سلام او بتعمل اتفاقيه سلام، ما ينفعش تعملها في السر، لازم تعملها في العلن، لازم الناس كلها هتبقى عارفه انك حاليا بتوقع معاهده سلام. ما ينفعش واحد ياخدك في الديره كده، معلش انا اسف في الكلمه يعني، يقول لك بص انا هديك حقك بس ما تقولش لحد ان انا هديك حقك. هو بيقول لك كده عشان يهديك، بعد كده تيجي تقول يا جماعه ده قعد معايا، ما حدش يصدقك. يعني هيقول لك طب انت ليه ما قلتلناش انه قعد معاك؟ وهكذا. يبقى يا جماعه نتعلم من الموضوع ده ان لما نيجي نعمل اتفاقيه، يعني مثلا دلوقتي لو انت في حد واكل ورثك او لو في حد واكل حقك، لو جالك كده وقال لك معلش تعالى على جنب انا هديك حقك بس بص هديك حقك كمان سنه، وما تقولش لحد ان انا قلت لك كده، وانت هتبقى برياله وعبيط وهتقول له ماشي مش هقول لحد. لازم تقول للناس كلها يا جماعه الراجل ده جه قال لي انه هيديني حقي كمان سنه، ولازم يطلع قد كلامه، ولو ما ادانيش حقي انا هاخده بقى ايه باي طريقه ثانيه، عشان الناس يوم ما هو يجي ما يدكش حقك يقول لك انت عندك حق، خد بقى حقك ايه، ما هو اللي قال لك.
لازم أن يبقى في علنيه في الحاجات دي. طبعا المفاوضات دي حصلت بشكل سري، عشان كده هذه الاتفاقيه لم تنفذ بشكل كامل او لم تنفذ اصلا. وبكده يكون خلصنا درس مصر والصراع العربي الاسرائيلي. اتمنى تكون استفدت من الدرس ده. لو شايف ان الشرح كويس والمعلومه وصلت لك، حاول تشير الشرح ده لاصحابك علشان اصحابك برضو يستفادوا. اتمنى قبل ما تكون قافل الحلقه دي ومخلصها تكون شفت الدروس اللي فاتت. انا على فكره منزل الثلاث دروس، منزل درس السنه اللي قبل، درسين السنه اللي قبل اللي فاتت، ومنزل درس السنه اللي فاتت ودرس السنه دي. ان شاء الله باذن الله احاول على قد ما اقدر ان انا انزل لك الفتره الجايه فيديوهات ثانيه. اشوفكم على خير ان شاء الله. كان معكم مستر محمد خالد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.